هي دي يا جماعة صينية يوم الجمعة. بس قبل أي حاجة هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. بقى قطع كده من اللحمة ويا ريت تكون ملبسة شوية. هي بصراحة الصينية دي بتحتاج إن اللحمة تكون ملبسة شوية. وابدأي اللي انتي قطعيها مكعبات كده، وهاتي بقى صينية أو طاسة على النار، حطي فيها مكعب زبدة على شوية زيت، وابدأي نزلي كل اللحمة بتاعتك واديها تحميرة على الوشين، على الوش ده وعلى الوش ده. بقى لما تديها اللون الفظيع ده ابدأي اللي انتي بهاريها، هتبهريها بشوية فلفل وشوية ملح ومعلقة سكر صغيرة بتساعد على التسوية معانا. وبعد كده كوني مقطعة بصلتين كده على جنب تقطيع مكعبات صغير جدا، هتحطيهم على اللحمة مع قرن فلفل شطة برضو متقطع صغير، وتبدأي تقلبي اللحمة مع البصل مع الفلفل لغاية ما البصل يدبل معاكي خالص. بقى لما البصل يدبل معاكي بالشكل ده هتبدأي اللي انت تديها شقشاق مية صغير وتلفيها بورق فويل وتدخليها الفرن على درجة حرارة 200 لغاية ما تستوي خالص معاكي. ودي يا جماعة اسمها تشويحة اللحمة، من أحلى الصواني اللي انت ممكن تاكليها جنب طبق ملوخية، وهتاكلي أحلى غدا مسكر. وبس كده، يا رب الوصفات تكون بتعجبكم، وبألف هنا وشفا. اشوفكم بخير الفيديو الجاي. سلام عليكم.